تبع الفيديو للآخر باش نفسر لك كيفاش هفوة في دفاع مستقبل جابس في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول يستغلها النادي الإفريقي باش يسجل الهدف الأول. كان تعجبك التحاليل الفنية للأهداف ما تنساش باش تعمل فولو. في عالم كرة القدم نسبة تسجيل الأهداف ما بين دقيقة 41 و 45 زائد توصل ل 12%، ويرجع للسبب انه الفريق نسبة التركيز متاعه في الدقائق هذوكم تصبح منعدمة. خلينا نشوفوا شنيا صار قبل هدف النادي الافريقي. الدقيقة 48 الوقت الإضافي وفيه الحكم يستنى في إبعاد الكرة من دفاع جابس باش يزفر نهاية الشوط الأول، لكن سوء تفاهم وسوء تركيز ما بين ثلاثة لاعبين. الكرة ترجع من المدافع بطريقة غريبة، تجي عند الزمزمي اللي يحط الكرة في مناطق الجزاء وتجي ضربة الركنية. التنفيذ من الخضراوي، ماركاج مان تو مان، لكن لاعب جابس كان خلف المهاجم مش امامه، وهذا اعطاه فرصة للتسديد. اصرار كبير من ملاعبية النادي الافريقي وتركيز عالي خلينا نشوفوا هدف العادة من نفس الزون المفضلة عند شوات. الحكم يرجع للفار والهدف كونفيرمي. من بعد يجي تصدي كبير من مهيب الشامخ اللي منع النادي الافريقي من هدف قاتل. فرحة كبيرة مع الجمهور بعد نهاية المباراة، والنادي الافريقي يلتحق بصدارة الدوري مع الترجي الرياضي التونسي. البطولة شعلت والتشويق كبير في الجولات القادمة، واي خطأ من زوز فرق باش يكلفهم لقب الدوري.